هل اللي سوته شركة سوني هو أكبر كارثة بتاريخ عالم الألعاب؟ للي ما يعرف السالفة إنه سوني قبل كم يوم طلعت لنا بهذا القرار إنه بداية من سنة 2028 ما راح يكون إنتاج للأقراص الفيزيائية بالألعاب، والنسخ الفيزيائية راح تكون مجرد غلاف واكو بداخله كود، وتسوي استعادة للكود بحسابك بالجهاز وتصير اللعبة بحسابك كأنما مشتريها من المتجر. وسوني هنا تثبت لنا ايش قد وصل الجشع الليفل كلش عالي، يعني هم ما همهم إنه على أساس النسخة الفيزيائية جاي تكلفهم أو كذا، لا هذا كله خرب. كل اللي يهمهم مصلحتهم وان اللاعب يصرف كل ما عنده حتى يمتلك هاي اللعبه، تضمن ان اللاعب ما راح يقدر يرجع يبيع اللعبه مره ثانيه، لان تريد تضمن اكبر استفاده له. وسالفه النسخ الفيزيائيه اللي بيها اكواد، فاللعبه اول وتالي راح امتلكها بحسابي وما اقدر اشاركها وابيعها، فالمن اشتريها اصلا بكل بساطه اشتريها من المتجر واخلص. وبالمناسبه متجر سوني كلش غالي مقارنه بباقي المتاجر، وانا حولت على الاكس بوكس بسبب هاي السالفه، لان اكس بوكس تتيح له خاصيه تغير متجرك باي وقت على حسابك وتشتري من ارخص متجر موجود، عكس سوني اللي تحاول تمتص حتى دمك في سبيل يحققون أقصى استفادة براسك.